أداة واحدة بس لو استخدمتها وأنت بتذاكر أو في شغلك اليومي هتفرق معاك بشكل كبير جدًا. تخيل إن أنت عندك PDF 200 صفحة أو فيديو طويل أنت اتفرجت عليه قبل كده، تدّيه للAI هو يفهمه ويشتغل بالضبط كأنك معاك مدرس خصوصي. الكلام ده مش خيال، الكلام ده notebook LM. السلام عليكم واهلا بيكم في فيديو جديد على كيوب اوبس. لو اول مره تيجي هنا ما تنساش تعمل سبسكرايب. يلا بينا نبتدي. اول حاجه عشان تستخدم نوت بوك ال ام هتخش او تكتب في جوجل، هيدخلك على نوت بوك دوت جوجل. اول حاجه لازم نعرفها ان نوت بوك ال ام مختلف خالص عن شات جي بي تي ومختلف عن اي تاني. انت بتدي له السورس اللي انت عايزه، سواء كان PDF او ويب سايت او بيج انت مش فاهمها او بتذاكر اي حاجه ممكن تديها له، وهو بكل بساطه هياخدها يعمل لها تلخيص وهيبتدي ان هو يشرحها لك من خلال ان هو يعمل لك فيجواليزيشن. تمام. الميزه فيه ان هو بيبتدي يفهم الحاجات اللي انت عايزها فبيشرحها لك بالطريقه اللي انت بتفهمها من خلال استخدامك ليه. تمام. وتقدر ان انت تدي له سورس خاص بيك، يعني هو مش بيروح يدور على سورسز الا لو انت قلت له ممكن تدي له داتا خاصه بيك. وده الفرق ما بينه وما بين شات جي بي تي والحاجات التانيه، ان انت بتحدد السورس اللي انت عايز تذاكر منه او تشتغل منه، وفي نفس الوقت عندك امكانيه ان انت تستخدم داتا من على الانترنت. طيب بالنسبه للاشتراك بتاعه انت عندك اكتر من بلان. بالنسبه لنا الفري يعني الليميتيشن اللي انا شايفها ان هي بتديك لحد 50 نوت بوك، اعتقد ان ده كافي جدا. تمام. لو انت عايز تستخدمها على الموبايل تقدر ان انت تستخدمها على الموبايل ان انت تعمل داونلود. ابدا اضغط كده على تراي نوت بوك ال ام، ده الشكل الاساسي اللي انت هتشوفه اول ما تخش. تقدر ان انت تغير الشكل بتاع الايكونز من هنا بحيث لو انت بتحب الشكل دوت، وتقدر تجيب من خلال التايتل ترتبهم بالتايتل او ترتبهم باخر حاجه انت اتعاملت معاها. تضغط هنا كده على كرييت نيو هيديك الشاشه ديت. اول حاجه هنا كده هتشوفها على اتجاه الشمال هي ديت السورسز، وديت اللي هتحط فيها كل السورسز اللي انت هتتعامل معاها مع النوت بوك ال ام. طيب ايه انواع السورسز اللي انا ينفع ان انا استخدمها؟ اول حاجه ان انا ينفع استخدم الويب. اقدر ان انا اعمل سيرش هنا كده بدل جوجل سيرش، واقدر ان انا اخليه يقرا اي حاجه موجوده عندي على الدرايف. والسيرش اللي انت هتعمله ممكن يكون حاجه كده بسرعه او ممكن يعمل ديب سيرش. طيب السورسز الباقيه او انواع السورسز الباقيه اللي انت ينفع تعملها، ان انا لو انا جيت هنا كده قلت له اد سورس تاني، تقدر ان انت تعمل ابلود لبي دي اف، او تدي له URL بتاع حاجه على اليوتيوب، او تعمل كوبي من شات جي بي تي او كلام من دوت وتبتدي ان انت تحطه له هنا. تعالوا هنا كده نروح على اليوتيوب، وانا جبت المحاضره ديت وعايز ان هو يلخصها لي. هرجع هنا كده هقول له انا عايز يوتيوب، وتقدر ان انت تدي له لينك واحد او تقدر ان انت تدي له مجموعه لينكات، وهقول له اوكي. هيبتدي ان هو ياخد مني اللينك بتاع الURL، وهيبتدي ان هو يفهم انا كنت بتكلم في ايه. طيب في هنا نقطه مهمه جدا لازم ان انت تبقى عارفها. تعالى اضغط في الحته دي كده، شايف الحته دي كده؟ تعالى اضغط هنا وقول له انا عايز اكستمايز النوت بوك. تقدر ان انت هنا تقول له انا عايز اعمل سمري ان هو يعمل اوتو جنريت، او ان انت تدي له كاستم سيتنج ليه. تعالى اضغط هنا تاني قول له انا عايز النوت بوك ال ام بتاعتي ديت تبقى باي ديفولت انا عايزها ليرنينج جايد. لو انت عايز تتعلم منه ممكن تخليها ليرنينج جايد، وفي الحاله ديت هيبتدي ان هو يعني يشرح لك، يقترح عليك اسئله. عايز الديفولت بتاعه يبقى طويل ولا شورتر، يعني انت عايز يعني ملخصات ولا عايز ان هو يتكلم بشكل كبير. تمام. انا مخليها الديفولت، وهنا كده خليتها الديفولت، وتعالى اعمل اوكي. هيبتدي ان هو يقترح عليك اسئله هنا. الحاجه اللطيفه ان انت تقدر تسيف الكلام دوت لنوتس عشان لو حبيت ان انت ترجع لها تاني. تمام. تقدر ان انت تتكلم معاه هنا. بعد ما بخلص الكلام دوت انا ممكن اكونفرت الكلام دوت لاول حاجه اوديو. بعد كده ممكن اخليه يعمل لي سلايد، والسلايد تقدر ان انت تختار الشكل بتاعها. لو انت عايز تعمل بريزنتر انت اللي عايز تعمل الكلام دوت، وبنفس الطريقه تقدر ان انت تعمل شورت. ولو انت عايز تكستمايز الشكل بتاع السلايدز بتاعتك تقدر ان انت تعمل الكلام دوت من هنا. كل اللي انت بتعمله ان انت بتضغط هنا كده كرييت، وهو بيبتدي ان هو ياخد كل اللي انت طلبته ويبتدي ان هو يلخص لك السورس دوت لبي دي اف. خلوه هنا كده عبال ما يخلص. نبص على بقيه الحاجات. انت ممكن تضغط هنا كده تقول له انا عايز تعمل لي اسئله واجوبه. تمام. وهقول له هنا كده كرييت، هيبتدي ان هو كريت. اعمل لي انفوجراف للفيديو دوت، وممكن تكونفرت الكلام دوت لفيديو لو انت عايز، وباي ديفولت هو بيطلع لك الاوديو. والحاجه الاخيره ان هو بدا يعملها ان انت ممكن تطلع السيرش بتاعتك لداتا. خليه هنا كده يخلص وبعد كده نرجع له.
زي ما انت شايف كده ان هو خلص، هتلاقي هنا كده ان هو عمل جنريت لي سلايد وعمل انفوجراف وعمل اسئله. تعالوا نشوف كل واحده فيهم كده ايه الحاجات اللي هو عملها. اول حاجه بالنسبه للاسئله هتلاقي ان هو مسك المحاضره وابتدى ان هو عملها لك اسئله واجوبه وتقدر ان انت تتفاعل معاها. بعد كده لو ضغطت هنا هتلاقي ان هو طلع لك انفوجرافيك. الانفوجرافيك دوت بيشرح لك ملخص المحاضره وايه النوتس اللي انت ينفع تاخدها عشان تفتكر بشكل سريع. واخر حاجه لو احنا بصينا على السلايدز هتلاقي ان بكل بساطه ان هو طلع لك السلايدز الجميله ديت. تقدر ان انت كستمايز السلايدز ديت ان انت تضغط على اي واحده من دي وتبتدي ان انت تقول له ريفايز، تقول له انا مش عايز الايمج ديت غيرها لي واعملها لي اي حاجه تانية. هيبتدي ان هو ياخد الكلام دوت ويغير السلايد. لو انت ضغطت هنا كده على السلايدز هتلاقي ان انت عندك حاجتين ينفع ان انت تعمل داونلود بي دي اف او تعملها باوربوينت. لو ضغطت على باوربوينت هيبتدي ان هو ينزلها لك وتقدر ان انت تعرضها من هنا كده دايركت. المشكله اللي انت هتقابلك ان انت لما تيجي تفتح السلايدز ديت هتكون عباره عن ايمج مش هتقدر ان انت تعدل فيها. تعالوا اقول لكم كده على تريكه ممكن ان انت تستخدمها. اول حاجه تروح على كانفا. تروح على كانفا هتبتدي ان انت تعمل ابلود. تمام. تقول له انا عايز اعمل ابلود للبي دي اف او الباوربوينت باوربوينت دوت. هيبتدي ان هو يعمل ابلود للباوربوينت دوت. خليه يخلص. بعد ما يخلص هتبتدي ان انت تفتحه. بعد ما تفتحه هنا كده هتلاقي ان ده كله عباره عن ايمج. بكل بساطه انت ممكن تعمل ايه لو عايز تعدل في الايمج ديت. ممكن زي ما انت شايف كده تضغط هنا كده وتعدل فيها. اقول له تيست 1 2 3. فانا اقدر ان انا اعدل في الايمج ديت. وتقدر ان انت تستخدم الماجيك تول. هنا اعتقد لو ضغطت كليك اد هتلاقي فيه هنا عندك مجموعه تولز تقدر ان انت تستخدمها. دي تولز كويسه جدا تقدر ان انت تتحكم بيها. لو انت عايز تجيب تكست معين موجود وعايزه ان هو يعمل له اديت زي ما انت شايف كده تقدر ان انت تغير فيه. اه تقول له هنا كده تضغط هنا كده هيبتدي ان هو يجيب لك كل التكست دوت وتقدر ان انت تعدل فيه بكل بساطه. وفي الاخر تعمل ايه؟ تعمل جنريت وتكريت سلايدز جديده. تمام. انا عندي هنا كده بي دي اف والبي دي اف دوت عايزه ان هو يعمل له تلخيص ويديني في الاخر سلايدز او ملخص للكتاب دوت. تعالوا هنا كده نرجع على نوت بوك ال ام. بنفس الطريقه بدل ما هتعمل فيديو هتختار هنا كده ابلود والفايل دوت هيبتدي ان هو يمسك الفايل دوت ويعمل له بروسيسنج. وفي الاخر هيبتدي ان انت تحوله لبي دي اف من خلال السلايدز او تعمل له اسئله واجوبه او تعمل انفوجراف. وممكن ان انت تحول الكلام الموجود فيه لاكسل شيت من خلال داتا. خليه ان هو ياخد وقت شويه وبعد كده نرجع. ابتدى ان هو يفهم الفايل وابتدى ان هو يقترح عليك حتى اسئله. انا ضغطت هنا كده عشان يعمل سلايدز وهستنى لحد ما يخلص. ممكن تعمل اسئله واجوبه ممكن تعمل فلاش كارد ممكن تعمل فيديو ممكن تحوله لسلايدز زي ما احنا قلنا. خليه يخلص وبعد كده نرجع. ابتدى هنا كده ان هو يطلع لي الفلاش كارد وتخيل ان هو عمل لك اسئله وتقدر ان انت تجاوب وترجع هنا. بعد كده ممكن ترجع وتشوف الاسئله. عمل لك اسئله على كل شابتر موجود في الكتاب. واعتقد ان هو ده مايند ماب تقدر ان انت تبص عليها كده وتبتدي ان انت تساله. يعني انت لو ضغطت على كل واحده من دي تقول له مثلا انا عايز انواع النتورك اللان المان الوان الكلام ده وتبتدي ان انت تساله عليها. هيبتدي ان هو يجاوب عليك كانك بالظبط انت بتذاكر ماسك ورقه وقلم. تمام. باقي السلايدز بس هو ياخد مده كبيره جدا فعشان ما اطولش عليكم انا هوقف لحد هنا. واتمنى ان يكون الفيديو عجبكم وما تنساش تعمل شير ولايك. شكرا واشوفكم في فيديو جديد. مع السلامه.